ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده في مفهوم مهم قوي، ومفهوم ديني وله مدلول نفسي في كل مكونات النفس، سواء كان تفكير، ادراك، مزاج، سلوك، لغه، شخصيه، كل مكونات النفس. احنا ولله الحمد يا رب نكون من امه محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. من أمة محمد؟ يعني أنت علشان تعرف أنت من أمة محمد أم لا، لو هتعتقد أنه أمة محمد هي أمة الإسلام أو اللي مكتوب في بطاقته مسلم، تبقى محتاج تعيد قراءة القرآن من الأول، ومفاهيم معينة تصلح في حياتك وفي دماغك. الإسلام هو دين من أول سيدنا آدم لغاية سيدنا محمد. الإسلام من أسلم وجهه لله وآمن بالرسل وآمن بالقرآن وآمن بالكتب السماوية وآمن إن في يوم آخر. فلو طبقت ده على كل الرسل هتلاقيهم كلهم مسلمين. طيب، أمال إحنا بنتكلم عن أمة محمد. أمة محمد عرفت في القرآن تعريف واحد: أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس. الوسطية يا جماعة في كل شيء. ومرة وأنا بتكلم حد فهم إن الوسطية هي النص، يعني طب ما هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان آخر الأنبياء، طب إزاي هيبقى بالنص؟ ده هو الخاتم أساسا. فالوسطية مش معناها وسط في المكان، معناها الوسط بمعنى الدمج، بمعنى الخليط، بمعنى إنك تهتم بالدنيا وتهتم بالدين، وتفهم أن الله سبحانه وتعالى اختار الدنيا امتحان للدين، فليس تركها أو النهم منها هو طريقك إلى الدين. يعني بمعنى أنه التطرف سواء كان في الاهتمام بالدنيا ولا كأن الدين ده فيه حاجة ولا كأننا هنموت ونروح هناك، فأنا عايش للدنيا وعايش أيامي ويحصل اللي يحصل وربنا مسامح كريم، أو العكس، إن أنا سايب الدنيا وزاهدها، بتاعتهم دي مش بتاعتي، وإن أنا وظيفتي العبادات وقاعد أتعبد ومليش دعوة بحد. لا دي هتبقى أمة محمد ولا دي هتبقى أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أمة محمد أمة وسطا تعتقد أن الصلاح والإصلاح وإدماج الدنيا والعمل فيها والشكر بالعمل في الدنيا هو طريقك إلى الدين. وانا نحترم الله سبحانه وتعالى ان اختار ان كم يوم اللي بنعيشهم دول، اللي هم لما بنروح عند ربنا سبحانه وتعالى بنكتشف ان هم بعض يوم مهما عشت يعني. فانت هنا تبقى عارف انه علاقتك بالدنيا هي اللي هتوصلك لعلاقة جيدة يوم الحساب. فالأمة الوسط اللي هي بتبقى ما عندهاش مطلق، ما عندهاش صح مطلق، ما عندهاش تعصب، ما عندهاش عصبية، ما عندهاش أبيض واسود. الوسط هو الرمادي. هو إنه مع إن إحنا عارفين إن سيدنا آدم عليه السلام هيغلط وغلط فعلا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة التي لا تخطئ إن هو يسجدوا ليه. يبقى هنا أنا بغلط عشان أتعلم، بغلط عشان أنا عندي دماغ، وربنا سبحانه وتعالى اداني ألهمها فجورها وتقواها، والخناقة اللي بيني دي قد أنا ما هعيشها وقد ما هبدأ أتعلم منها، وأبدأ مع علمي ده يبقى قدوة أو مثل أو أيدل للناس اللي حواليا، يبقى أنا كده مشيت في السكة الرمادي ومشيت في السكة الوسط. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى تاب على آدم. يبقى أنا هنا لازم أفهم أنا وسطية دي عندي في مفاهيم كتير جدا، في تفكيري، في مزاجي، مش شخصية مودي، مش شخصية اكستنتريك في المود، مش يا إما فرحان قوي يا إما زعلان قوي،
مش يا اما ان انا متعصب للفكره وهي دي الصح وكل الناس اللي عكس كده غلط، وان انا اي فكره جديده عليا ارفضها، اي حاجه بتقول وجهه نظر عكس وجهه نظري يبقى ما بيفهمش حاجه وغبي. سلوكي قد ايه سلوكي منضبط، وقد ايه سلوكي بيهتم بمداخلي وفي نفس الوقت بيحترم المجتمع وبيحترم العرف والتقاليد وفاهم الناس بتفهم ايه وبتشوف ايه، وفي نفس الوقت ده ما يحرمنيش من التفرد والحرية الشخصية. مفهوم الحرية ساعتها هيبقى مفهوم روعة، لأنه هيبقى وسطي، هيبقى قد إيه أنت عايز وقد إيه أنت شايف وقد إيه أنت محتاج، وفي نفس الوقت كل اللي أنت عملته ده سواء احتاجته أو فهمته أو عرفته قد إيه هو مندمج في المجتمع وتأثيره إيه على اختلافك، وهتدفع ثمن قد إيه عشان هذا الاختلاف. فأنت لأي درجة أنت وسطي في كل شيء في نفسك، سواء تفكيرك أو مزاجك أو إدراكك وسلوكك، يقربك من أمة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. طول ما أنا شايف أن أنا عظيم سواء في الأخلاق أو في الدين أو في العكس، أنا كده متطرف، اكسنتريك يعني أبيض يسود، مش تبع هذه الأمة. فده مفهوم مهم جدا، مفهوم نفسي مريح جدا، ويندرج تحته كل ما يسمى بالصحة النفسية وكل ما يسمى ب نقول ايه اللي هو الفرد والجماعة والبالانس اللي بينهم. يعني خد بالك انت في المجتمع الغربي شالوا الجماعة خالص، يعني بقت الفرد هو الأساس، الحرية الفردية هي البطل. عاشوا ايه بقى؟ مآسي من هذا الموضوع، مآسي، المجتمع يؤاسي ويعاني وفي مشاكل الدنيا والآخرة. وإحنا كمجتمع شرقي نعزز الجماعة على حرية الفرد، وعشان كده برضو عندنا مشاكلنا اللي يعني إيه حدث ولا حرج من هذا الموضوع. كلمة الوسطية تحطك في النص، لأي درجة أنت في النص، مش معنى النص في معنى الخليط، إنك أنت بأي درجة أنت بتحترم الفرد وبأي درجة أنت بتحترم الجماعة. التطفيرة دي يا جماعة صعبة جدا، وعشان كده خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والتسليم جه بدين صعب مش سهل. المسلم الحق صعبة، لأن أنت بني آدم عندك خليط فكري واستيعاب فكري للماضي والحاضر والمستقبل. لازم ما تبصش تحت رجلك، ما بتبصش تحت رجلك، وده اللي بيخلي كثير جدا من اللي هو مفروض محسوب على انه مسلم هو بيجنح، يعني بيجنح للتطرف، سواء التطرف العكسي او التطرف يعني الديني او الدنيوي، ويبقى يعني هو شايف ان هو كده مع يعني مع الامه دي، ولكن هو لا، هو انت كده ذهبت الى مناهج ناقصه ربنا اتمها بالوسطيه، أتمها باحترام الدنيا للدين والدين للدنيا. فأنت لو مش هتقدر تلعب اللعبة دي بشكل متزن ومتوازن، هتلاقي نفسك لن تحسب على هذه الأمة. يا رب اكتبنا من هذه الأمة، واكتبنا مع محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم قلبا وقالبا. يا رب نكون استفدنا، ورمضانكم حلو.